مين فينا يقدر ينسى جوابات زمان ومواصلات زمان وحكاوي زمان؟ مين اللي يقدر فينا الكتابة والقراية والذكريات؟ مين اللي يقدر فينا ينسى الموسيقى والاستماع للحاجات الجميلة دي؟ كلها ذكريات وتراث ورثناه. المناظر دي مش هتلاقيها إلا عند بعض الناس. كلنا عشنا الذكريات دي في طفولتنا. التلفزيون اللي كان دايما ما بيجيبش الا 3 قنوات، بس كان ليه دايما التلفزيون ده ذكريات في كل بيت مع كل الأطفال. التلفزيون اللي طلع أجيال عاملة ازاي جميلة. المنظر ده كان دايما كل يوم الساعة 11 تلاقيه في أي بيت. الموسيقى اللي ربت أجيال وأجيال. التليفون ده والكروت اللي موجودة حواليه. طلت الس... طلعت السلم دي كان ليها ذكريات كبيرة عندنا. مكنة الخياطة موجودة لغاية دلوقتي في بعض البيوت. الراديو زمان والشاي ساعة العصرية. الراديو، التليفون الجميل ده كان ليه معانا كلنا. المكتبة والكتاب في ركن في كل بيت. كلها ذكريات استمتعنا بيها وهتفضل موجودة ومحفورة معانا. التليفون ده يعني كان حاجة طراز كده يعني. دي طباعة على فكرة، بس كان شكلها جميل قوي. الرسم والقراءة في الماضي. دي المكتبة اللي موجودة في كل بيت. مكنة الخاطة اللي موجودة في كل بيت حتى الآن. الساعة، فاكرين الساعة دي؟ جيب البدلة. القراءة، الجورنال اليومي. الاطلاع على الصحافة. المواصلات العمومية زمان. فستان من الذكريات الجميلة لبعض الناس. كل دي ذكريات هتلاقيها في بعض البيوت. الصور دي قد تكون مش موجودة عندنا، ولكن احنا كان عندنا افضل منها. التلفزيون ده طلع اجيال كتيرة. القمصان ورصتها، البوتاجاز وغسلته، مكنة الخياطة اللي موجودة وكانت موجودة في كل بيت. ده البوتاجاز وجماله. كل حاجة من دول ليها ذكريات وتاريخ معانا. وسط البلد وجمالها، جروبي وتليفون زمان وجماله. العربية الجميلة دي، كل ده دي في مصر، ودي قاعدة في مصر، وده فستان ليلة عيد، ودي تسريحة في يوم جميل، ودي شمعة بتنور بيها الليالي، ودي الذكريات الجميلة. زمان كانت الجواد بالطريقة دي، والشاي برضو بالشكل ده. ايه رأيكم؟ قول لي انت من انهي جيل؟